كانوا يعني كي دي بوكانون ديال غاشي، هذه ردة فعل ديال جهاز استخباراتي جزائري. جابوا بعض العناصر انفصاليه، انا كقيادي في جبهه القوى الديمقراطيه، حزب وطني مغربي مدافع عن الوحده الترابيه الوطنيه، حالنا حال كل مكونات ديال المجتمع المدني والسياسي المغربي والحقوقي كذلك. اذا بالنسبه لنا هذه كنشوفوها رده فعل على الاحتفالات بالمسيره الخضراء المظفره اللي كانت في احفير، وكانت ناجحه بواحد الشكل يعني تقاس بالعدد المشارك ديال المواطنين اللي خرجوا واحتفلوا بشكل يعني انطباعي دون اوامر رسميه من مجتمع يسمى بالرسمي بين مزدوجتين، بدليل ان في الجزائر اي اشاره اي حركه الا وراءها الاستخبارات. لماذا؟ لان الجزائر لا يملكون مجتمعا مدنيا، وهذا دليل قاطع على ان الجزائر لا تملك مجتمعا مدنيا. فلو كانت الجزائر تملك مجتمعا مدنيا لخرج هذا الشعب الشقيق كما يسمى بين هلالين في أكثر من مناسبة ليدعموا الوحدة الترابية الوطنية للمغرب، ليعطونا إشارات إيجابية نغلي من بعدها ونقول فعلا نحن الشعوب إخوة ولا بد، وهناك الحكام مشاكل بين الحكام. إلا أن الجزائريين كلهم يمشون بتعليمات استخباراتية، لا وجود لمفهوم مواطن مدني في الجزائر. غادي نعطي الدليل. تلميذ في الجزائر في السنة الثالثة والرابعة في التعليم يدرس بأن دول المغرب الكبير أو يقال العربي 6، هذه يدرسوها له هو عاد عنده 6 سنين 7 8 يركبوها له في الدماغ. كي يدير 18 سنة كيديروا له انستركسيون ميليتير وكيدخل للعسكر يعلموه بأن العدو الأول هو المغرب. إذا هادو هما اللي غادي نثقوا فيهم ونقولوا أواصر المحبة ونقولوا أواصر كذا ونقولوا الوازع الديني. هذه أول مرة كيشوفوا أحفير يعني يحتفل مثل ما كان يحتفل من قبل، وداروا لنا هذه الإشارة ردا على هذه الاحتفالات باش ينغصوا لنا هذه الاحتفالات. وهذه مسألة يعني معهودة في هذا البلد تاع الجنرالات، في هذا النظام ديال جنرال الفرماج، جنرال الكارو، جنرال البنزين، جنرال دولة تاع المافيا. إذا هذه إشارة استخباراتية، والآن كل الروايات توحي بأنهم راهم في اجتماع داخل هذا المقر، وربما بغاو يديروا عناصر انفصالية هنا باش يستفزونا دائما ويستفزوا المشاعر الوطنية وينغصوا علينا هذه الاحتفالات بالعيد ديال المسيرة الخضراء المظفرة. هذا هو الحال تاع الجزائريين. أقولها لهم أنا ياسين مزاقة من أحفير، مواطن مدني لا علاقة لي لا بأجهزة استخبارات ولا بأجهزة رسمية ولا بأجهزة عسكرية، مواطن عندي المساحة الكافية باش نتكلم في بلادي. عاش الملك محمد السادس، حتى واحد المرة يرغمني باش راني نقولها، أقولها أمام الجزائر ولا خوف. هنا فعلا راني خايف بشي جزائري يتيري عليا بشي قرطاسة كما قتلوا واحد العدد تاع المغاربة اللي تقتلوا هنا في الحدود، كانوا يدخلوا يخدموا على راسهم. نعم تيراو عليهم من هاد لي بوست معروفين، اخرهم القاضي في الثمانينات تقتل براصاص جزائري. نعرفوا بلي المغاربه كانوا يعذبوهم داخل الجزائر، يضربوا لهم الصفايح في الركابي، مساله معروفه. اذا هذا هو الخوف اللي بقى لنا دابا. حنا خص هذا نطالب المجتمع الرسمي المغربي باش يحمينا ويحميوا ارواحنا ويكثفوا كذلك يعني من الحركات ديالهم ومن التمشيط، لان انا شخصيا اوجه الاتهام الى عناصر مشبوهه حتى من داخل هذه المدن الحدوديه، راه تعطي بعض المعلومات استخباراتيه لهذا الغاشي. كاين بعض الناس من هذه المناطق الحدوديه راهم يعطيو معلومات استخباراتيه لهذا الغاشي. سياسيين واش هذه المعلومات خطيره؟ واش عندك شي؟ انا شخصيا اقول هناك عناصر وربما نتحمل فيها المسؤوليه. اللي بغى يتحقق معايا شي جهه تجي عندي ونعطي معلومات. نتحمل مسؤوليتي فيما اقول. نتحمل كاين ناس من هذه المناطق الحدوديه، اولها الشيء العام اللي تعرفوا جميع الناس ان المهربين غالبيتهم يظلوا في الجزائر، يتقهواو في باب العسه، في بوكانون، في مغنيه، يظلوا تما. دوزام اللي قناه الثانيه رسميه ديال المغرب داروا فيها استجواب مع احد المواطنين اللي هو من بني درار، قال لهم انا 50 درهم نمشي بها للجيري وما نمشيش بها لوجده الى ديسا، وهذا الشيء راه موثق. ويدخل يصرف، واش تا يصرف؟ واش تا غادي يصرف؟
كلشي الخضر والفواكه كتمشي لهم من هنا. نبقاو في رفع الرايه. بالنسبه لرفع الرايه كما قلت لك كخطوه ديالكم نتوما حنا كخطوه الان لابد اننا ننتظروا الجهه الرسميه ديالنا اللي هي وزاره الخارجيه تحت التعليمات الرسميه ديال صاحب الجلاله، باش ننتظروا كذلك المجتمع الرسمي في المغرب كيفاش غادي يتعاطى مع هذا المعطى. ليس بغريب على شرذمه البوليزاريو ان تستفز مشاعر المغاربه، ليس بغريب لان البوليزاريو كانوا دائما يحسبون بان القضيه الوطنيه الاولى في المغرب هي شأن جنوبي. شكرا خويا ياسين، شكرا. وهي راه ماشي شأن جنوبي، القضيه الوطنيه الاولى من احفير لطنجه ومن طنجه الى القويره، يعني كنا لحمه واحده. والجزائر اللي خصها تفهموا مزيان، وراه قيل من ابناء احفير، قيل في الرباط، قيل في المؤتمرات، قيل للسيد الامين العام ديال منظمه الامم المتحده، قلناها بالحرف: المغرب في صحرائه والصحراء في مغربها، وسنطالب بالصحراء الشرقيه اعاده ترسيم الحدود مع الجزائر. هذا الشيء خصهم يفهموه. حنا ساكنه احفير، قبائل بني زناسن، الشيء اللي رفعناه لمنظمه الامم المتحده، نريد اعاده ترسيم الحدود مع دوله الغاشي. شكرا ياسين، تحياتي لك.